من قلب تونس وفد مغربي يحبط مؤامرة ضد العلم الوطني المغربي. احتج الوفد المغربي للمنطقة العربية للمحامين الشباب بقوة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر العام 11 للمنظمة العربية للمحامين الشباب المنعقد بتونس العاصمة الأسبوع المنصرم تحت شعار المحاماة العربية في نصرة القضية الفلسطينية. وتظهر مقاطع مصورة حصلت عليها جريدة أشكاين قيام الوفد المغربي بالاحتجاج على عدم عرض العلم المغربي بالشريط الوثائقي المبرمج بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل هدد الوفد المغربي بالانسحاب الجماعي والكلي من أشغال المؤتمر، ما دفع رئيسة المؤتمر إلى تقديم اعتذار رسمي. من جهته قام الوفد الفلسطيني بحمل العلم المغربي عاليا فوق المنصة الرسمية للمؤتمر كبادرة منه لتدارك الخطأ من طرف الجهة المنظمة، والذي أثار حافظة الوفد الذي يمثل المغرب في المؤتمر.